الحرية. الحرية هي قدرتك على اتخاذ أي قرار أنت بدك إياه بدون أن يكون في ضغط أو جبر أو أي سلطة فوقك تخضعك لهذا القرار. أيضا تنتهي حدودك عندما تبدأ حدود الآخرين، فأنت دائما عم تمشي بشكل ذاتي إذا أنت ما اعتديت فيه على الآخر. تمام، إذا هذا الشيء بخصك فقط أنت، ما في أي اعتداء على الآخر. في سوريا أثناء الاحتفال في التحرير في يوم 8/12 صار في ترقيم، شاب أعطى فتاة يمكن السناب أو رقم أيا كان الموضوع. أنا ما بشوف هذا الشيء غلط. الغلط هو المجتمع المعتدي على هاي الفكرة. يعني من الغريزة الطبيعية للإنسان والفطرة السليمة للإنسان أن الذكر ينجذب للأنثى والأنثى تنجذب للذكر. لو كان الموضوع معكوس وفتاة في سيارة فارهة، تمام، رقمت فتاة أو أعطتها السناب، لم يكن أحد ليقول لا أو من هون نحن أيضا عم نتجه لمجتمعات غير سوية وغير سليمة. بعدين بنقول كيف أصبح ذلك؟ ليش عم نشوف بنت مع بنت، شاب مع شاب؟ ليش عم يتحول هذا الشيء؟ لأنه عم بيكون في ضغط كبير بكل نفس يعني عفوية، التقاطها عفوية. المفروض الناس تفرح أنه فعلا فتاة جميلة تستحق أن ينظر إليها شاب مهما كان. يعني الناس قالوا لأنه راكب جي كلاس، لأنه هن أيضا الفتاة مسؤولة، أعتقد هي فوق 18 سنة من عمرها، والشاب أيضا كذلك. فما الدافع لنهاجم والشرطة تتدخل للقبض على الشاب، للقبض على الفتاة؟ يعني لو هاي الأشياء حاصلة بشكل الفتاة عندها جوال عم تحكي على راحتها في السوشيال ميديا، والشاب عنده أيضا جوال، ما أحد يتدخل ولا، لأن الموضوع أصبح أمام أعيننا، فالموضوع عفوي ولا يستحق هذا الهجوم. مجتمعاتنا منافقة، لأن دائما تريد أن تخفي نفاقها وتدعي العفاف في الصباح وعدمه في الظلام. تريد أن تستتر سترة ليس سترة عفيفة، يعني ستر منافق. وهذا شيء يجعل النفس مضطربة جدا من الوضوح والصراحة. أنه أخذت الرقم أمام جموع وحشود، بدل ما أن تكون أعطته رقمها في خلوة مثلا، أو دون أن يلتقط أي أحد. المعتدي هو من صور هذه اللحظة العفوية ليجعل منها ترند بارز قد يكتسب منه مبلغ مالي نتيجة إظهار هذا الفيديو وانتشاره ترند سلبي بحق الشاب والفتاة. ما حصل أن الله لا يحب المعتدين. الله عرف عن نفسه في القرآن وقال إن الله لا يحب المعتدين، إن الله لا يحب الظالمين. فهذا الشيء اللي صاير، يعني أنا لست مع هذا الشيء. حيجي ناس يقولوا ولكن هنالك مجتمع، هنالك أهل، هي خانت ثقة أهلها. لم يحدث أي خيانة لثقة الأهل، ولم يحدث أي شيء. يمكن تكون أخذت السناب وبعدها تروح عند أمها تقول في شاب أعطاني رقم، أعطاني السناب تبعه. نحن لا نعلم ما خلف. ثم يأتي صوت آخر يقول ما عسى أخوها قد يفعل بها. ما شأن الأخ في أخته؟ لماذا لا يوجد في ديننا هذا التدخل؟ لا يوجد في ديننا جميعنا محاسبين من قبل إله واحد. لماذا نحاسب بعضنا بشراسة؟ أسقطنا نظام أسميناه معتدي لأنه اعتدى علينا في ديننا، لم يجعلنا ممكن نمارس طقوسنا براحة. لماذا لا تجعلون الناس تمارس ما تريد طالما لم يحدث هناك شيء مخل في الأدب؟ لم يفعلون شيء في الشارع بشكل مخل في الأدب. أنا لا أرى ما حدث شيء مخل في الأدب. لو حدث هذا معي كنت قد أكون كما الفتاة تصرفت بعفوية جدا. لن أنافق وأقول لا. النفاق هو أن ندعي دائما ذلك المبالغة في الشرف، وإن كان الشرف في مجتمعاتنا مقترن بأشياء فقط عند الفتاة، فهذا أيضا جهل وعدم معرفة في الأنثى وفي جسد الأنثى. وأعيد وأكرر، هذا ما نراه اليوم الترند، ويشكر عليه من صور صراحة. يعني الناس يشكرونه أنه هو أصيل ودمه فظيع، يعني حامي لا يقبل ويغار على أهل بيته. وهذه كلها فبركات تقليدية ومجتمعات متأخرة جدا 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 جدا. يعني من الناس من حدث
عندما حدثت الثورة وذهبوا بعضهم إلى أوروبا، الكثير من الناس تغيرت آرائهم وقالوا فعلا مجتمعاتنا مجتمعات ضيقة فكريا وضيقة جدا، حتى هي تضيق على نفسها. كيف نريد لحاكم ألا يضيق علينا؟ لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. اليوم نمتدح الحاكم أو صاحب السلطة. جميع أصحاب السلطة لا يختلفون عن بعض، عندما البشر نفسهم والشعب نفسه سوف يأكل أول شيء نفسه ويضيق على نفسه. ماذا سنتوقع من صاحب سلطة؟ سوف يضيق علينا، والجميع قد يضيق، وباسم الدين يضيق. أن الله من أسمائه الواسع، الله لم يسمي نفسه الضيق. ألم تكن أرض الله واسعة؟ من ذهب إلى أوروبا وهو يحمل في داخله السعة لا يريد النزول والعودة إلى موطن ضيق، يريده فقط بدين واحد، يريده فقط بطائفة واحد، يريده فقط. الله واسع، من حقنا أن نعيش بسعة.